اليوم جبت لكم وصفة يمكن هواي ناس ناسيتها. مرقة الباقلة العراقية الأصلية بطعمها الطيب وقوامها اللي يرد الروح، والأحلى إنه الباقلة مقطوفة من المزرعة، وطبعا من تنقطف تازة وتنطبخ بنفس اليوم يكون الطعم أكيد أطيب. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ هالوصفة خطوة بخطوة. أول شي بديت أقطف الباقلة من المزرعة، وهاي هي كمية الباقلة اللي قطفتها. وأكيد نغسل الباقلة زين بعد القطف. هسه المكونات: عندي نص باقة من الشبنت المثروم ناعم، وبصل مثروم ناعم، ولحم غنم استخدمت بهاي الوصفة، يمكن استخدام العجل انتو حسب الرغبة. أكيد راح نستخدم معجون الطماطة، وهنا أنا عندي عصير الطماطة المركز. هسه أخلي قطع اللحم بالقدر بدون إضافة أي زيت، لأن هذا اللحم بنسبة من الشحم، وعلى حرارة متوسطة أقلب اللحم إلى أن ياخذ لون من الجهتين. وهسه ورا ما حمست اللحم زين راح أضيف مقدار من المي يغطي اللحم، وأتركه على حرارة عالية إلى أن يغلي، وبمجرد أن يغلي راح أرفع الرغوة اللي هي السبب الزفرة. هسه ضفت ورقة غار وهي أيضا تازة، وملعقة صغيرة من الكاري، وبعض الحبات من الهيل حتى أتخلص من كل زفرة اللحم. نيجي للباقلة. أولا أبدي أزيل الخيوط الجانبية بالسكينة، وبعدها راح أثرم الباقلة ثرم ناعم بهذا الحجم تقريبا، وبقدر على النار راح أضيف مقدار من الزيت، وراح أضيف البصل المثروم ناعم، وأقلب البصل إلى أن يذبل. ومن يذبل البصل راح أضيف الباقلة اللي ثرمتها، وأيضا على حرارة متوسطة أو أقل المتوسطة. أقلبها كل شوية، أبدي أحرك الباقلة إلى أن تذبل، وأخذت وقت تقريبا ربع ساعة. وهسه راح أضيف الشبنت اللي ثارمته، وأضيف فصين ثوم ونومي بصرة، وراح أضيف قطع اللحم، وأيضا أقلب المكونات. قلبت المكونات تقريبا 3 دقائق، بعدها راح أضيف ملعقتين من معجون الطماطة، وأيضا أنطي المعجون تقليبه ويا بقية المكونات. هسه راح أضيف عصير الطماطة المركز، وراح أضيف مي حسب ثخن المرق المطلوب، وقليل من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكاري، وأكيد راح نضيف ملح بهاي المرحلة، وأترك المكونات على حرارة أقل من الوسط إلى أن أحصل على ثخن المرق المطلوب. أنا تركتها أكثر من ساعة على حرارة هادئة حتى أحصل على نتيجة أفضل، وهيج صارت المرقة جاهزة. شكلها وحدة يوصف الطعم، ثخن ممتاز ولون يجنن واللحم ذايب. جربوا هالوصفة وكتبوا لي رأيكم، وأنا متأكدة راح تعجبكم، وألف صحة وعافية.